محدش قالك الحقيقة دي قبل كده. انت مش بتفشل في التعلم، انت بتهرب. واكتر حاجة بتهرب منها انك تحس انك مبتدئ. امتى اخر مرة بدأت حاجة وكملت من غير ما تسأل انا شاطر ولا لأ؟ موقف حياتي طويل، كلنا مرينا بالمشهد ده. تبدأ حاجة جديدة، تحس انك متأخر، تشوف ناس سبقوك، تقارن، تحبط وتقول انا ضيعت وقتي. المشكلة مش في الوقت ولا في السن ولا في الإمكانيات. المشكلة في طريقة تفكيرك وانت بتتعلم. كتاب أول 20 ساعة كسر أسطورة إن التعلم محتاج عمر، وقالك حاجة أخطر: معظم الناس بتسيب قبل ما دماغها يفهم. توسيع فكرة 20 ساعة. ال20 ساعة مش رقم سحري، دي مرحلة انتقال من شخص خايف لشخص بيجرب، ومن شخص متفرج لشخص في اللعبة. واحد قرر يتعلم لغة، قعد شهر يتفرج على فيديوهات وبيكتب نوتس ولا قال كلمة. واحد تاني غلط، اتلخبط، اتكسرت لغته، بس اتكلم. بعد 20 ساعة مين عنده ثقة؟ أخطر حاجة في التعلم إنك تعود نفسك إنك بتبدأ بس ما بتكملش، فتصدق الصورة دي عن نفسك. بس هنا السؤال الأهم: ليه دماغك بيرفض الإحساس ده؟ إحساس البداية. دماغك مصمم يوفر طاقة، وأي حاجة جديدة بتستهلك طاقة، فبيبعتلك إحباط عشان ترجع للمألوف. كل مرة تسيب بتقول لنفسك أنا كده، ومع الوقت الجملة دي بتبقى حقيقة. بيئة حواليك بتضحك على البداية وتقدس النتيجة. ناس تشوفك تتعلم وتسألك وصلت لإيه؟ أنت مش متأخر، أنت بدأت تقارن قبل ما تتعلم. التعلم مش رحلة صعود، التعلم سلسلة إحراجات لازم تعدي منها. لو عايز 20 ساعة فعالة، اعمل 4 حاجات: اختار مهارة واحدة، اقفل المشتتات، اقبل إنك وحش، وثبت وقت يومي. مثال يوم كامل: 20 دقيقة الصبح، 10 مساءً. مش لازم أكتر، المهم تظهر كل يوم. لو استنيت تحس إنك جاهز، هتفضل طول عمرك بتستعد. الخوف الحقيقي مش إنك تفشل، الخوف إنك تحاول وتكتشف إنك قادر. الكتاب بيقول الإتقان يجي بعدين، لكن الثقة بتبدأ بدري. أنت مش محتاج تغير حياتك، أنت محتاج تغير أول 20 ساعة فيها. تخيل نفسك بعد سنة، مش محترف بس ثابت، مش مميز بس مستمر. اقفل الفيديو، اختار حاجة واحدة، وابدأ أول 20 دقيقة حتى لو خايف. ولا تنسى الاشتراك وكتابة تعليقك.